اللي انا بقوله ده كله ما يلا. كانش متحضر، بس ده ده جميل كلام لطيف يعني. الاهلي المفروض انه ما شاء الله عنده في المنطقه الهجوميه الله اكبر. يعني لو عدينا ناحيه اليمين هنتكلم في زيزو، حسين الشحات بيلعب دلوقتي ناحيه اليمين، لما نزل اخر مره كان بيلعب ناحيه اليمين بالظبط. طاهر، محمد طاهر مظبوط، بيلعب ناحيه اليمين. احمد عبد الله الصغير ده برضه بيلعبوا احنا كويس قوي على فكره. لو رحت في الشمال هتلاقي احمد عبد القادر، هتلاقي تريزيجيه، هتلاقي اشرف بن شرقي. ادي 3 لعيبه هنا و4 لعيبه هنا، 7 انت عايز منهم 2. مظبوط كتير. هل دي ميزه ولا انا قلت تريزيجيه في الشمال ولا دي عبء يا عيني على المدرب انه هدك ان كل واحد شايف نفسه احسن واحد؟ رأيك. هي في كل الاحوال يعني سلاح ذو حدين. لو اتاخدت ايجابيه يبقى كل لعيب عايز يلعب، فبيبقى في منافسه بين اللعيبه، فكل واحد بينزل في المكان ده بيدي افضل ما عنده. في الناحيه الثانيه الجانب المظلم ان اللي ما بيلعبش بيريح، فبيبقى عنده مشكله لما يجي يلعب مش هتبقى اداؤه فالمدرب مش هيستحمله فهيبعده، فهتبقى مشكله هدك للمدرب وللاداره وللكل. ولذلك العالم كله بيعمل ايه؟ العالم كله بيجيب 3 مستويات، ما بيجيبش مستويات متقاربه ولا متساويه، بيجيب 3 مستويات. انا جايب واحد جامد في ناحيه اليمين وهو عارف ان هو نمره 1، الله ينور عليك. ده اللي حصل في البرتغال. ايوه طبعا، ده اللي بيحصل في اوروبا كلها. انا جايب واحد جامد، انت هتلعب، انت الجامد، وراه فلان وممكن فلان. هل عندنا الثقافه دي؟ لا، ما عندناش. احنا عندنا الثقافه، احنا عندنا بنعمل صفقات عشان التوتو والكوكو واللولو. لا بصرف النظر، انا عايز اقول هو ده والله يا كابتن مدحت فتحت حاجه كويسه جدا. احنا بيبقى عندنا زخم من اللعيبه، واللعيبه عايزه تلعب، وكل واحد شايف ان هو احسن حاجه. دي حقيقه، ودي مشكله للمدرب ومشكله للاعب. اللاعب بيحس ان هو مظلوم، والمدرب بيقول لك انا اللي جاهز بلعبه طبعا. وهنا المدرب والمدرب يا مجدي هنا، والمدرب هنا وجهه نظره بقى انا بكسب بدوله بالظبط. لا يمكن المدرب هيعمل حاجه اللي بيكسب بيه، اللي بيكسب بيه هيلعب بيه. طب انا بقول دلوقتي الكوره في مصر برضك احنا لازم ناخد الخط ده. الشكل العام اتغير. يعني مثلا بتكلم على بن شرقي من سنتين مع الزمالك كان احسن لعيب بيروح للخصم. بس بدا يشد حلو الفتره الاخيره دي. الاخيره بقى كويس، في الفتره الاخيره لسه بقى ان هو بدا يعيش في هو لعيب كبير، ولعيب كبير. الناحيه الثانيه ولما بيقعد بيبقى مزاجه مش حلو طبعا، ومزاجه مش حلو بينزل ما بيديش طبعا. في كمان اللعيب كويس جدا، وفي الفتره الاخيره بقى كويس وبان ان هو كويس وفرض شخصيته. عبد القادر، احمد عبد القادر. ليه بقى؟ هيلعب على مين يا كوتش؟ كابتن هو بيلعب، ما انا بقول لحضرتك انت في الملعب عندك 3 مراحل، قاعد واحد مكان 3 مراحل. شفت بقى هنا بقى الزخم اللي انا بقول لك عليه. انت عندك 3 مراحل في الاداء، انا كمدرب وانت كمدرب. البدايه هبدا ازاي؟ المفروض انا هبدا باحسن لعيبه من ناحيه ايه بقى؟ مش من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الفنيه.